ذات يوم اصطحبت امرأة زوجها إلى العيادة، وبعد فحصه لمدة نصف ساعة أخذ الطبيب الزوج جانبا وقال لها: زوجك يعاني إحباطا خطيرا بسبب الإجهاد في العمل والبيت، وإذا لم تفعل ما يريحه سيموت من دون أدنى شك. وشرح لها ما يجب فعله قائلا: دعيه يستيقظ متأخرا وقت ما يشاء، وخلال النهار كوني بشوشة ولا تعارضي أقواله، واحرصي على أن يظل في مزاج جيد. أعدي له وجبات خفيفة لذيذة، وفي المساء عندما يعود متأخرا حضري له عشاء فاخرا. لا تزعجيه بأعمال منزلية، ولا تثيري جدالات تافهة تزيد من إجهاده. ودلكي كتفيه بزيت معطر لتزيلي همومه. شجعيه على مشاهدة الرياضة في التلفزيون. دلعيه في أي وقت ولا ترفضي له طلبا. واختتم كلامه بقوله: إذا استطعت المواصلة على هذا المنوال حتى نهاية السنة، أؤكد لك إن زوجك